بص يا صاحبي، النهارده مش هنتكلم عن تطبيقات ولا فيديوهات. اعمل الخطوه دي وهتشوف العجب. احنا النهارده بنتكلم بالعلم، بالفهم الحقيقي ورا اللي بيخلي الواي فاي سريع او ميت. انا هخليك في اخر الفيديو تفهم الانترنت مش كخدمه لكن كظاهره فيزيائيه بتتنفذ جوه بيتك، ولو فهمت الظاهره دي هتعرف تتحكم فيها زينا كده كانك عالم صغير في معمله. الناس دايما بتغلط بين السرعه الحقيقيه للانترنت وسرعه الواي فاي، الاتنين مش حاجه واحده. الانترنت هو السرعه اللي جايه من الشركه عبر الكابل، الواي فاي بقى هو الوسيله اللي بتوزع الاشاره دي جوه بيتك. يعني ممكن تكون باقتك 30 ميجا بس توصلك 10 بس، مش عشان الشركه نصبت عليك لكن عشان الهواء نفسه خانك. الواي فاي موجات كهرومغناطيسيه بتسافر في الهواء بترددات معينه، وكل حاجه حواليك حيطه، ميه، معدن، حتى الموبايل نفسه بتاثر عليها. تعال نبدا اول تجربه مع بعض. هات موبايلك وافتح موقع fast.com، قيس السرعه دلوقتي وشوف الرقم اللي طلع لك، اكتبه عندك او في الكومنتات. ده الرقم اللي هنبني عليه كل التجارب اللي جايه. انا مثلا عندي السرعه زي ما ظاهره قدامك، الهدف اننا نوصل الرقم ده لاكتر من كده، اللي هو ممكن نوصله طيب ممكن ل 15 او 17 ميجا من غير لا برامج ولا فلوس ولا حتى تغيير الباقه. قبل ما نلمس اي اعداد خليني اقول لك على حاجه بسيطه جدا. كل ما تبعد عن الراوتر الاشاره بتضعف بشكل اساسي، يعني مش بتقل، لا بتنزل بالنص وبعدين الربع وبعدين التمن. خد الموبايل وارجع 10 متر لورا، جرب السرعه تاني. شايف نزلت فعلا؟ ليه؟ لان الموجه دي زي اي طاقه، كل ما تنتشر قوتها بتتوزع، وده بيخلي اول قاعده علميه في الفيديو ده: كل متر زياده بيكلفك جزء من الاشاره. الحل مش انك تقرب الراوتر منك لكن تفهم الموجه دي بتتحرك ازاي. الواي فاي نوعين: 2.4 جي اتش زد و 5 جي اتش زد. النوع الاول اللي هو 2.4 جي اتش زد ده بيمشي بعيد بس سرعته اقل، انما عندنا ال 5 جي اتش زد سرعته عاليه بس ما بيعديش حيطان كويس. يعني ببساطه لو انت قريب من الراوتر استخدم ال 5 جي اتش زد، لو بعيد استخدم 2.4 جي اتش زد. دلوقتي خش على اعدادات الواي فاي عندك وشوف هل في شبكه تانية باسم 5 جي، لو في اتصل بيها وجرب السرعه تاني. شايف؟ لو كنت قريب من الراوتر اكيد الرقم زاد فعلا. انا مثلا وصلت السرعه معايا زي ما انت شايف كده من غير اي تعديل في الاعدادات، بس بمجرد ما فهمت اني كنت على الموجه الغلط. طيب خلينا نخش اعمق شويه. هل تعرف ان اغلب الناس في نفس العماره او نفس المنطقه اللي انت قاعد فيها بيستخدموا نفس القناه؟ يعني نفس التردد اللي بتمشي فيه الاشاره، زي انك تبقى ماشي في شارع زحمه كل العربيات الراوترات بتتحرك في نفس المسار، وده بيخلي الاشاره بتاعتك تتخبط في غيرها. ازاي نحل ده؟ علميا لازم في اي راوتر تلاقي حاجه اسمها تشانل او القناه، ولازم تكون فاضيه. هات الموبايل ونزل ابلكيشن اسمه واي فاي انالايزر، افتحه هيظهر لك رسم بياني فيه شبكات كتير. اللي شايفها بقى ظاهره دي شبكات الجيران. شوف التردد اللي راوترك شغال عليه، مكتوب فوق شانل رقم كذا. لو لقيت القناه مزدحمه غيرها فورا. معنى كلامي انك لو لقيت اكتر من راوتر على نفس القناه روح غير القناه بتاعت الراوتر بتاعتك. هغيرها ازاي؟ روح على صفحه الراوتر بتاعك اكتب 192.168.1.1، بعد كده تدخل على الوايرلس عندك، بعد كده الشانل عندك، وبيظهر لك مجموعه من الخيارات. انا مثلا هستخدم اللي هي ظاهره قدامك دي. بعد كده احفظ الكلام ده واستنى 20 ثانيه وجرب السرعه تاني. انا وصلت دلوقتي للسرعه دي. انت شايف اللي بيحصل؟ كل ده علم مش حظ. بس السؤال: ليه التداخل بيقلل السرعه بالشكل ده؟ لان كل شبكه بتبعت نبضه كهرومغناطيسيه، ولما النبضات دي بتتصادم الراوتر بيضطر يعيد الارسال تاني، يعني بتخسر وقت، وده اللي بيخلي سرعه التحميل تقل. فانت كده اول مره تحرر الموجه من الزحمه. دلوقتي بقى ندخل في الجانب الالكتروني شويه. الدي ان اس ده زي مترجم العناوين في الانترنت، كل مره تكتب موقع هو اللي بيحوله الرقم اي بي. لو المترجم ده بطيء كل حاجه بتتعطل. دلوقتي جرب معايا، افتح اعدادات الشبكه عندك، اختار المانوال دي ان اس واكتب القيم دي 1.1.1.1. ده دي ان اس رقم 1. بعدين تروح لدي ان اس رقم 2 هتكتب فيه 1.0.0.1. دول تابعين لشركه كلاود فلير، واحد من اسرع السيرفرات في العالم. احفظ الاعدادات واعمل اختبار سرعه جديد. شايف الفرق؟ السرعه اتحسنت في بدايه التحميل، وده لان الدي ان اس ده بيخلي الاتصال بالمواقع اسرع حتى لو الباقه نفسها هي. انا دلوقتي بقيت على السرعه اللي انت شايفها دي. ابتدت المعادله تكتمل. شفت؟ لحد دلوقتي ما غيرتش لا راوتر ولا خطه انترنت، بس فهمت ازاي اتعامل مع الطاقه اللي حواليا. ومش بس كده، مرات سمحت في فيديوهات بيقول لك جرب ابلكيشن ايه، ولا دخلت على اي فيديو
الفيديو بيوهمني بحاجه مش هتحصل فعليا. اكتر حاجه غريبه في الواي فاي ان اي ماده فيها ميه بتمتص الاشاره، يعني لو الراوتر جنب حوض او انبوبه ميه الاشاره بتتبلع حرفيا. خليني اعمل تجربه حقيقيه دلوقتي. هحط الراوتر جنب المطبخ واقيس السرعه قلت، ده المتوقع او الطبيعي. نفس الراوتر نفس الباقه اشيله واحطه في نص الاوضه مكان مفتوح، السرعه طلعت تاني وزادت. ده مش سحر، ده علم. الموجه بتتحرك بحريه لما تلاقي فراغ، فلو انت حاطط الراوتر في مكان مكتوم جوه دولاب او ورا شاشه كده انت فعليا بتخنقه. بص يا صاحبي، الاشاره دي مش سلك، دي كائن بيمشي في الهواء. كل ما تفهم بيئه الحركه بتاعته هتعرف تسيطر عليه. اخر حاجه قبل النتيجه الكبيره، كتير من الناس بيشتكوا ان النت بيبطأ لما حد تاني بيدخل. ده طبيعي لان الراوتر بيقسم السرعه بالتساوي، لكن في اعداد جوه كل راوتر اسمه QoS او Quality of Service. الميزه دي بتخليك تحدد مين ياخد الاولويه. هتروح على صفحه الراوتر، هتضغط على Advanced Settings عندك وتختار منها QoS. تقدر ان انت تفعلها وتحط الجهاز بتاعك كاولويه ان هو ياخد السرعه، وبعد كده تحفظ الاعدادات وتجرب السرعه تاني. هتحس ان النت بقى ثابت ومفيش تقطيع حتى لو باقي الاجهزه بتستخدمه. انا دلوقتي وصلت للسرعه دي، نفس الباقه نفس الكابل نفس كل حاجه، بس الفرق ان فهمت مش نفذت. العلم مش دايما معقد، احيانا بيبدا من انك تبص حوالين الراوتر بتاعك وتسال ليه الموجه بتضعف هنا، ليه السرعه بتقطع هناك، ومع كل ليه بيقرب الاكتشاف. في زمن صار الانترنت فيه نبض الحياه، لا احد يراك وانت تبحث عن اشاره، لكن حين تفهمها تراها تولد من جديد من بين يديك. لو وصلت للنهايه قول لي تحت في الكومنتات وصلت سرعتك كام بعد الخطوات دي، واشترك في القناه لان الفيديو الجاي هنتكلم عن السر اللي بيخلي الانترنت بتاعك ثابت حتى لو كل البيت شغال عليه. وسلام.